من غير ما نخبز وفي نص ساعة بس هنعمل أحلى وأسهل حلو للصيف. بما إننا في موسم المانجا هنعمل أخف وأسرع كيك بالمانجا وفي نص ساعة بس، ومتأكدة هتعجبكم وتعتمدوها على طول. وأول حاجة في وصفتنا هضيف 4 كوبايات من الحليب اللي هو اللبن. استخدمت الكوب المعياري، استخدموا الكوب اللي يعجبكم. بعد ما هضيف ال4 كوبايات كلهم هضيف لكل كوباية من الحليب معلقتين صغيرين من السكر، وطبعا لو بتحبوه حلو أكتر ممكن نزود السكر زي ما تحبوا. بعد كده هضيف لكل كوباية من الحليب معلقتين من الكاسترد. استخدموا أي نوع كاسترد جاهز متوفر عندكم، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. بعد كده أكيد هنضيف رشة صغيرة من الفانيليا، وفي ناس طبعا بتحب تزود قرفة زي ما يحبوا. هدي كل ده تقليبة كويس، هقلب الكاسترد كويس جدا مع السكر، وبعد كده هرفعه على النار. هرفعه على النار يغلي ويبقى خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة القوام يتقل وبالشكل ده، يكون بالشكل ده. طبعا لازم يبرد الأول قبل ما استخدمه. هسيبه على جنب يبرد، هغطيه كده عشان ما يعملش طبقة الوش وهسيبه يبرد. هنا معايا كوباية أو علبة صغيرة من الكريمة، كريمة الخفق. هضربها لحد ما توصل للشكل ده. ممكن نستخدم كريم شانتيه على فكرة لو حابين. وهضيف عليها كمان علبة من القشطة، أي نوع قشطة بتحبوها أو متوفر عندكم. هديهم كده تقليبة مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان ما اخرجش الهواء من الكريمة. وبعد كده هسيبها على جنب. في الصينية اللي هقدم فيها الكيك بتاعتي هبدأ أكسر البسكوت قطع كبيرة بالشكل ده. استخدموا أي نوع بسكوت متوفر عندكم، قطعوه بالشكل ده. استخدمت حوالي من 10 ل 15 قطعة من البسكوت. بعد كده هضيف عليهم كوباية من عصير المانجا المعلب او الفريش زي ما تحبوا برضو. هغطيه كله بكوباية العصير وهديله كده تقليبة. ونص كمية الكاسترد بعد ما برد هضيفها على البسكوت، وبرضو اكيد هنقلبهم مع بعض وهنفرده. ما تقلقوش الشكل لسه هيتظبط بعد كده. بعد ما خلاص هفرده على البسكوت بالشكل ده، باقي كمية الكاسترد هحطها على الكريمة اللي احنا عملناها مع القشطة، وهنديهم تقليبة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخلطهم كويس جدا، وهاخد الكمية اللي احنا خلطناها دي وهضيفها كلها على الوش على البسكوت. وزعوها وفردوها كويس بالشكل اللي يعجبكم. وكمان الوصفة دي ممكن تتعمل في كاسات صغيرة او بولات صغيرة، بتطلع حلوة برضو. انا بحب اعملها في صينية كبيرة. بعد كده هوزعها كويس جدا جدا. ما تقلقوش خالص من الشكل، هيتظبط بعد كده في الاخر. هنا مقطعة كمان قطع من المانجا. طبعا قطعوها بالاحجام اللي تعجبكم. ممكن نستخدم الفريش، انا استخدمت الفريش وما رشتش عليها سكر ولا اي حاجة، هي طعمها كان حلو. ممكن كمان نستخدم المعلبة زي ما تحبوا برضو. هوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان ممكن بعد كده في ناس بتحب تحط طبقة من الجيلي بعد ما بيبرد. انا مش هحط جيلي، انا هضيف كده عصير مركز من المانجا بيديها طعم وشكل حلو قوي. هوزعه كويس وكده خلاص وصفتنا جاهزة. تدخل التلاجة على الأقل 4 ساعات وتتقدم. خطيرة سهلة جدا وفي نص ساعة. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها وتعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وجربوا وصفة النهاردة ومتأكدة هتحبوها وهتعتمدوها على طول في الصيف. ومستنية تطبيقاتكم.